بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، ها نحن عدنا مرة أخرى لنلتقيكم في سلسلة حلقات هذا البرنامج الذي نحاول أن نبين به مدى خطورية ثقافة الحسينية على الشخصية الشيعية عامة وعلى الشخصية الأحوازية، لأننا نحن في الأحواز كنا وما زلنا ضحايا ثقافة الحسينية. الحسينية ألغت قضيتنا، ألغت كل شيء يمت لنا بصلة بالعروبة، بالإسلام، بالهوية، بالحقوق، بكل شيء ألغت ثقافة الحسينية، وحاولت أن تجعل من الشخصية الأحوازية شخصية في خدمة الدولة الإيرانية والقومية الفارسية والطائفية الصفوية. اليوم سوف نتكلم عن ثقافة الحسينية. ماذا تريد هذه الثقافة؟ كيف تعمل هذه الثقافة؟ أنتم حينما تدخلون إلى الحسينية، عندما تستمعون إلى الخطيب أو هذا الملا أو ما يسمى بالخطيب المنبري، تجدون دائما يركز على النقاط العاطفية المثيرة للهيجان، المثيرة للبكاء، المثيرة للعواطف والأعصاب. ليس فيها أي جانب علمي أبدا، ليس فيها جانب يتناول التوحيد ويتناول الشريعة ويتناول الألوهية ويتناول العبودية ويتناول الشرك أبدا. لا تجد هذا، تجد عنده ما يثير العواطف، ما يشحنك أنت الجالس في الحسينية. هذه الطريقة حقيقة طريقة هم اكتسبوها من خلال دراستهم للحالة النفسية للشخصية الشيعية. هم كونوا هذه الشخصية وهم عبثوا بنفسية هذه الشخصية وبدأوا يعجنوها كما يريدون. ثقافة الحسينية تركز على قوة العقيدة ولا تركز على صحة العقيدة. هناك فرق بين من يعمل على إظهار صحة العقيدة ويعلمك أن عقيدتك صحيحة، وبين من يحاول أن يقوي فيك العقيدة وإن كانت فاسدة، يحاول أن يقوي بك هذه العقيدة من خلال ماذا؟ من خلال الشحن الطائفي، من خلال الشحن العاطفي. هذه اكتسبوها من هتلر لما هذا المجرم النازي، هتلر كان يقوم بتجميع وتحشيد الناس ويلقي عليهم الخطب الرنانة، الخطب العاطفية، الخطب الجياشة، وتصاحب خطبه هذه الرايات الملونة السوداء والبيضاء والخطب الحماسية والطائرات تأتي من فوق الناس لتعطيهم شحن يعمل على تقوية العقيدة النازية في قلوب الناس. هكذا الحسينيات، هكذا المواكب، هكذا هم الملالي يقيمون هذه المهرجانات، يقيمون هذه الخطب الحماسية، ويأتون بالأعلام الملونة وبالدفوف هذه الدمام اللي يسمونها وغيرها، وهذه الأصوات والضجيج، حتى
يحاكوا العاطفة في داخل هذا الشخص الشيعي، يحاولون تقوية العقيدة في نفس هذا الشخص بغض النظر عن صحة وعدم صحة هذه العقيدة. نحن نحذر شبابنا المثقف، شبابنا الواعي، الشباب الأحوازي، لا تنخرطون خلف هؤلاء الملالي بدون وعي. انتبهوا، اقروا، فسروا ما يقولونه لتجدوا الحقيقة. هؤلاء لا يريدونكم أن تعرفوا العقيدة الصحيحة، لأنكم لو عرفتم الطريق الصحيح والعقيدة الصحيحة سوف تخرجون من سيطرتهم. يريدونكم تحت أيديهم. بماذا؟ بهذه الخرافات، يسيطرون عليكم من خلال هذه الخرافات. إذن استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.